هذا المؤتمر ينعقد اليوم للإعلان عن استجواب وزير الداخلية، والذي إن شاء الله سيكون على الجلسة القادمة إن لم يتعاون وزير الداخلية في محاور الاستجواب. وأنا أعتبر هذا الاستجواب من العيار الثقيل، وهو استجواب أرى أنه دسم، وأرى أن مفاتيحه وحله بيد وزير الداخلية. كعادتي دائما أعطي فرصة للمستجوب. الهدف ليس رأس الوزير ولا رأس أي مستجوب، إنما الهدف الإصلاح. نحن علينا مسؤولية في المراقبة والمحاسبة، وإبراء للذمة ونصحا لهذا الوزير نعلن مبكرا هذا الاستجواب. إن تعاون الوزير في هذه المحاور فبها ونعمت، وإن لم يتعاون فلا بد من صعود المنصة ومحاسبته. وكما أسلفت، أنا دائما عادتي في الاستجوابات أعلن وأعطي مهلة، كما كان في السابق في الحكومات السابقة. أعطيت مهلة لرئيس الوزراء السابق، سواء في الاستجوابات اللي انحلت الحكومة فيهم في استجوابين، أو في الاستجواب الذي صعد المنصة فيه، نطالبه بحل هذه الأمور. فإن لم يفعل فإنه لا بد من صعود المنصة والمحاسبة. لذلك هذه المحاور الذي أعتبرها من العيار الثقيل. أول هذه المحاور هو محور انتهاكات حقوق الإنسان. هذا في المصطلح الحديث، لكن في المصطلح الشرعي بين قوسين الظلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. ورفع الظلم واجب علينا كنواب وعلى الوزير كوزير.